انتصار جديد للاتحاد المغربي على نظيره الإسباني. يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم تحقيق عدد من المكاسب في صراعه مع الاتحادات الأوروبية من أجل استقطاب المواهب المغربية المتألقة في مختلف الدوريات الأجنبية. فبعد أيوب وارغي موهبة فريق دوفن الهولندي والمهدي بوكامير لاعب فريق شارلوروا، نجح الاتحاد المغربي في إقناع سليم جباري أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف رديف أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا تحت 19 سنة. اعتذر اللاعب جباري البالغ من العمر 19 سنة عن الاستجابة لدعوة المنتخب الإسباني لخوض مباراة ودية أمام النرويج، مبلغا مسؤول الاتحاد الإسباني لكرة القدم برغبته في اللعب للمنتخب المغربي في المرحلة القادمة. الجباري لعب للمنتخب الإسباني تحت 19 سنة 6 مباريات دولية، أحرز خلالها هدفا واحدا وصنع 5 تمريرات حاسمة قبل أن يقلب الطاولة على منتخب لاروخا بسبب اختياره. كشف أحد كشافي الاتحاد المغربي في أوروبا أن جباري سيكون حاضرا مع المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة إن على مستوى فئتي الشبان والأولمبي أو في المنتخب الأول. الاتحاد الإسباني لم يتقبل تراجع جباري عن حمل قميصه للمؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها، قائلا: نعمل على ملفات لاعبين آخرين ونأمل في استقطابهم في القريب العاجل. يذكر أن جباري يرتبط بعقد احترافي مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني حتى عام 2025 بعدما بدأ رحلته في أكاديمية ريو فايكانو الإسباني. بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بإذن الله.